أهلا بيكم سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض محافظة البحر الأحمر. قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. أمام خريطة العالم، تعالوا نشوف مع بعض هو طالب مننا ايه. 1 مسطح مائي، المحيط الأطلنطي. 2 سلالة بشرية، السلالة الزنجية. 3 جبال الهيمالايا اللي موجودة في وسط قارة آسيا. اكتب كلمة صح أو خطأ مع ذكر السبب في الحالتين. دول الخليج العربي من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. صح، لأنها بتعتمد على استخراج البترول وتصديره إلى الخارج وتصنيع مشتقاته. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تعتبر من الهضاب ذات الأهمية لمصر هضبة الحبشة، لأنها بتمد نهر النيل بالمياه. ما المقصود بكل مصطلح جغرافي مما يأتي؟ 1 الديموغرافيا، هي علم دراسة السكان، بيدرس نمو وتوزيع وتركيب السكان. الدول الجزرية هي الدول التي تتكون من جزيرة أو أكتر، أو قد تكون جزء من جزيرة. قارن بين الإقليم المناخي الاستوائي وشبه الاستوائي وإقليم مناخ البحر المتوسط من حيث الخصائص المناخية. الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي حرارة طوال العام، أمطار طوال العام. إقليم البحر المتوسط حار جاف صيفا، دفيء ممطر شتاء. بما تفسر: 1 ضيق السهول الساحلية في شرق قارة أستراليا لاقتراب جبال الحاجز الكبير من ساحل المحيط الهادي. 2 وجود عدد كبير من الزنوج في الأمريكتين بسبب تعرض عدد كبير منهم للهجرات الإجبارية إلى أوروبا ضمن تجارة العبيد التي كانت سائدة في الماضي للعمل في مزارع القطن وقصب السكر والتبغ التي أنشأها الأوروبيون في الأمريكتين. 3 ارتفاع معدل الوفيات في قارة أوروبا رغم تقدمها في الرعاية الصحية بسبب زيادة عدد كبار السن. 4 تسمية الغابات النفضية بهذا الاسم لأنها تنفض أوراقها في الشتاء من شدة البرودة. 5 قلة عدد السكان في المناطق الاستوائية بقارة أمريكا الجنوبية بسبب وجود الغابات الاستوائية. حدد العوامل المؤثرة في مناخ العالم: الموقع الفلكي والموقع الجغرافي والتضاريس. ما الأثر الناتج عن 1 ارتفاع نسبة صغار السن في الدول النامية؟ ده هيؤدي إلى تحمل هذه الدول ميزانية ضخمة من أجل توفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم وغيرها كتير من الخدمات. 2 كثرة تعاريج السواحل والجزر في قارة أوروبا، ده هيساعد على إنشاء المواني بها. 3 امتداد القارة القطبية الجنوبية أقصى جنوب الكرة الأرضية، ترتب على ذلك أصبحت القارة متجمدة وغير مهؤولة بالسكان. 4 زيادة عدد السكان في قارة آسيا، ده هيؤدي إلى ظهور مشكلات كتيرة منها نقص الغذاء وقلة نصيب الفرد من الدخل القومي وانخفاض مستوى المعيشة والهجرة غير الشرعية إلى الدول المتقدمة ودول قارة أوروبا. احنا كده خلصنا مع بعض أسئلة الجغرافيا. تعالوا نحل مع بعض أسئلة التاريخ. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 أصدر الخديوي إسماعيل مرسوما بإنشائه في مايو 1876 وهو بمثابة خزانة فرعية للخزانة المصرية، ده صندوق الدين. 2 تضمنت شروط الامتياز الثاني لحفر قناة السويس حفر ترعة الإسماعيلية. 3 ضمت الطبقة الوسطى في مصر أثناء الحكم العثماني رجال الدين. 4 حدث فراغ سياسي في حكم مصر أثناء الحملة الفرنسية بعد معركة إمبابة. اكتب كلمة صح أو خطأ مع ذكر السبب في الحالتين. بعد الاحتلال البريطاني لمصر أصبحت السلطة الفعلية في يد الخديوي. غلط، في يد المعتمد البريطاني. أثبت الشعب المصري خلال تاريخه
المجيد دائما قدرته على تحقيق إرادته في حكم البلاد. في ضوء هذه العبارة أجب عما يلي: ما موقف الشعب المصري من إرسال الحكومة البريطانية لجنة ميلنر إلى مصر لإقناعه بقبول الحماية البريطانية؟ رفض الشعب المصري التفاوض مع لجنة ميلنر وقاطعها. 2. ما الأثر الناتج عن استغلال مصطفى كامل لحادثة دنشواي 1906 للتنديد بالاحتلال البريطاني؟ ده هيؤدي إلى استقالة اللورد كرومر. 3. ما رأيك في إرسال أمهر الصناع المصريين إلى الأستانة أثناء الحكم العثماني؟ طبعا احنا مش هنأيد الرأي ده لأنه كان سبب في تدهور الصناعة في مصر. 4. حدد العلاقة بين الحملة الفرنسية وتاريخ مصر القديم. قام علماء الحملة الفرنسية باكتشاف حجر رشيد اللي أدى إلى التعرف على التاريخ المصري القديم. بما تفسر 1. تخلص محمد علي من المماليك لأنه كان بيرى إنهم مصدر قلق وفوضى. 2. أنشأ الخديوي إسماعيل للمحاكم المختلطة عام 1875 للحد من مساوئ المحاكم القنصلية. 3. أثرت الحملة الفرنسية في نمو الروح القومية للشعب المصري. تمسك المصريون بحقهم في الحرية واختيار حاكمهم بعد خروج الحملة الفرنسية. 4. تدخل الدول الأوروبية أمام ازدياد نفوذ محمد علي لأنها أدركت أن محمد علي بقى بيمثل خطر على التوازن الدولي نتيجة انتصاره وازدياد نفوذه، وده بيهدد مصالح الدول الأوروبية. 5. مظاهرة عابدين 9 سبتمبر 1881 لتقديم مطالب الأمة اللي بتتمثل فيه إسقاط حكومة رياض باشا وزيادة عدد الجيش إلى 18,000 وتشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبي. 6. انتعاش الصناعة في عهد الخديوي إسماعيل لأن هو أعاد نشاط المصانع وتوسع في إنشاء مصانع السكر في الوجه القبلي. اذكر عملا واحدا قام به كل من الرئيس الأمريكي ويلسون. الرئيس الأمريكي ويلسون أعلن 14 مبدأ ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها. سليمان الحلبي قتل كليبر. دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يلي: 1. اهتمام محمد علي بالتصنيع الحربي. قام بإنشاء ترسانة في القلعة لتصنيع الأسلحة، وأنشأ القلاع للدفاع عن البلاد في الأسكندرية ورشيد وحماد. 2. شهد ميدان القتال خلال معركة التل الكبير بطولات مصرية خالدة، ظهر ذلك في بطولات الضابط محمد عبيد اللي صمد بقوته أمام القوات البريطانية وقاتلهم قتال شديد أدى إلى استشهاده هو ومعظم رجالي. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. ومع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.